الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى خاتم النبيين. حديثنا هذا اليوم عن الاستغفار. يقول أهل العلم أن الاستغفار هو سيد الدعاء. وفي قصة لطيفة ورائعة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إذ خرج ذات يوم إلى إحدى المدن لطلب العلم، وقد أدركته صلاة العشاء، فدخل إلى أحد المساجد فنام، فأتاه خادم المسجد وقال: يا شيخ، ما لهكذا تبنى المساجد؟ قال: يا رجل، دعني أقضي ليلتي هذه حتى أقضي صباحي وأخرج. ثم دفعه وإذا به يسقط في باب المسجد، فراح وهو يسير في طرقات المدينة ولا أحد يعرفه ولا يعرف أحدا في هذه المدينة، وإذا بخباز كان يخبز عند الفجر، فنظر إليه فرق قلبه إليه، فقال: يا شيخ، تعال تدفع عند مخبزي حتى يشرق الصباح. فنظر إلى الخباز، كلما يضع شنقة الخبز يقول: أستغفر الله ولا إله إلا الله. فنظر إليه الإمام أحمد بن حنبل مستغربا وقال له: منذ متى أنت على هذا الحال؟ قال: والله يا إمام، منذ طفولتي. قال: أعطاك ربك شيئا؟ قال: والله ما دعوت بدعوة إلا واستجابها إلا واحدة. قال: وما هي؟ قال: تمنيت أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. فقال: أنا إمامك أحمد بن حنبل. فخر الخباز ساجدا وهو يبكي لله تعالى. هكذا يكون الاستغفار في الله. أسأل الله أن يكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.